مساء التركات عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تركات فوتوشوب. النهارده ميعادنا مع فيديو جديد من تركات بودكاست، السلسلة اللي بدردش معاكم فيها واللي بحس ان انا بره الضغط وبره اي فوتوشوب بقى بره الحد دي كلها. هنتكلم النهارده عن موضوع بالنسبة لي مهم جدا، حتتين تلاتة أربعة، ألا وهو موضوع التسويق لنفسك، مش تسويق لشركة أو أنت تكون مسؤول عن تسويق لحاجة أو يعني أيا كان التسويق مفهومه عامل ازاي. أنا هنا بتكلم عن التسويق ليك أنت كمصمم جرافيك أو ليا أنا ذات نفسي. ندردش شوية في إن ليه الموضوع ده مهم، وليه لازم أسوّق لنفسي، وليه لازم أكون متميز في التسويق كمان ما أكونش باسوّق وخلاص. دي كلها حاجات هنعرفها النهارده مع بعضينا. طيب أنا ذات نفسي شايف أو باعتقد عامةً إن أنت الشغل اللي بييجي لك لنفسك ده مش بييجي من الفراغ أو مش بييجي من لا شيء. هو أولًا بييجي من تعبك ومجهودك، في المقام الأول طبعًا رزق من عند ربنا مش حاجة أكتر يعني من كده. بس في الأول وفي الآخر فأنت لازم كواحد تتعب وتسعى إن أنت تعمل الحاجة اللي عليك علشان ربنا يجازيك، وعشان ربنا يبعت لك اللي أنت عايزه. يعني أنا ما ينفعش أكون واحد ولا بانزّل شغل عندي على البروفايل، ولا عندي account على الإنستجرام أنزّل عليه شغلي، ولا عندي behance ولا عندي أي حاجة من الحاجات دي كلّها، وشغلي زي أي شغل، في الآخر أقول أنا ما بيجيليش الشغل ليه، أو أنا مش بييجي لي عُملا ليه. كل واحد، حتى أنا ذات نفسي لمّا بدأت أفكّر بالتفكير ده إن أنا لازم أكون متميّز، إن أنا أكون فيّا تميُّز شوية عن باقي الحاجات اللي بتتعمل، فدي كانت من أكتر الحاجات اللي ساعدتني. طيب ليه أكون متميّز أصلًا، أو ليه لازم أكون مختلف شويتين 3؟ لازم تعرف إن الشغل اللي إحنا فيه ده عامةً أو المجال بتاع الجرافيك بدأ يبقى يكون فيه ناس كتيرة جدًا. يعني في فترة من الفترات كان في الشغلانة اللي منفردة أو واخدة يعني حيّز كبير عندنا في مصر، اللي هي الphotographer. أي حد معاه كاميرا أو معاه تليفون يصوّر، أنا photographer خلاص. ممكن يكون في ناس فعلًا متعلّمة الأساسيات، فعلًا متعلّمة تصوير، متعلّمة الكلام ده كلّه، في ناس لأ. في ناس اللي هو لمّا لقت الناس كلّها بتجيب فلوس من الphotographer، أنت خلاص ما هو كمان أنا photographer، فادي photographer، مينا photographer، كريم photographer، أيًا كان، فاهم؟ فالحاجة المهمة في ده كلّه إن أنت تكون عارف ومقتنع إن المجال اللي أنت فيه ده مش فيه عدد صغير، أو المجال ده لسه مبتدئ جديد، فأنت مش مشكلة أيًا كان اللي تعمله، فأنت كده مطلوب. لأ، هو المجال مطلوب، لكن أنت اللي مش مطلوب. ليه؟ لإن أنت كواحد في منّك 100 غيرك بيعملوا نفس الشغل، بس اللي هيفرق ال100 عنّك أنت تعمل حاجة مميزة شوية. أنا دايمًا أغلب شغلي باحاول أجيب أو أحاول أتفرّج على ناس مش مصريين قد ما يكونوا ناس أجانب، أي tutorials أجانب، أي شغل على الPinterest يكون مع ناس أجانب، أيًا كان الحاجات بتاعة الأجانب دي. لإن أنا لمّا أعمل مثلًا شغل مش هاقول لك متقلد، بس يعني واخد تغذية بصرية من شغل برّه، فدي بالنسبة للناس اللي هنا، فده أكيد بالنسبة لهم حاجة جديدة أو حاجة مختلفة أو حاجة ما اتشافتش قبل كده. غير لمّا يكون مثلًا على سبيل المثال عشان نكون صريحين مع بعض، أكتر مجال باحسّه كُلّه بيقلد من كُلّه، وكُلّه بيخبّط في كُلّه، وكُلّهم مشاكل وكُلّهم يعني تحس إنه يعني الفكرة اللي بتطلع عند س بتتعمل عند ش وصاد وعين ودال وميم ونون. مجال المدرسين عندنا في إسكندرية بالذات. يعني عن تجربة عامةً، وإن أنا لمّا كنت شغال في مجال زي ده، فأنت أي فكرة حلوة هتعملها لو ضربت أو يعني لو عملت مرجع شوية كويس، خلاص اعتبر الفكرة دي اتعملت عند كل المدرسين. بأيًا كان أشكالهم بقى. على سبيل المثال برضه أنا في design من الديزاينات كنت عامله، إن أنا حبيت أمثّل إن الثانوية العامة دي رحلة إحنا هنسوقها مثلًا، أو رحلة إحنا هنخوض فيها مع بعضينا. فأنا كنت شغال مع مدرس جغرافيا، فعملت design إن مدرس الجغرافيا ده مسؤول أو هو صاحب طيارة وماسك تذكرة وماسك مش عارف إيه، والتذكرة عملت عليها تفاصيل المكان وتفاصيل الرحلة والكلام ده كله. مجرد ما الdesign نزل بس بعدها بيوم، يومين، أسبوع، لقيت صفحةٍ ما بدون ذكر أسماء، نفس الdesign بنفس الشكل، نفس كل حاجة، الصورة معمولة. ما ينفعش تتكلم إن مجال زي ده، يا باشا أنت واحد قاعد في مجال عارف إن كلّهم مثلًا بيقلدوا من بعض، ولو جيت تتكلم يقول لك تغذية بصرية، ده inspiration، ده مش عارف إيه، مش هتاخد حق على باطل. فكبرت دماغي والموضوع عدّى وسِبت المجال كلّه عامةً، ما بقيتش أشتغل مع مدرسين أصلًا. فالمستفيد من ده كلّه إن أنت تحاول تكون مميز، ومش مميز وتزعل من لو حد قلدك أو الكلام ده كلّه. مش عارف أقول لك تتعامل معاه إزاي، بس أنا في الأول لمّا كنت حد بيعمل شغل نسخة منّي، كنت في الأول باتضايق، اللي هو ليه بياخد تعبي وليه بياخد شغلي؟ بس اللي اتأكدت منّه إن أيًا كان مين، أنا ذات نفسي ما باعرفش أقلد نفسي. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أنا لمّا باكون مثلًا شُفت شغل أنا عامله قبل كده، أو في شغل أنا عملته عايز أعمله لحد تاني، مستحيل يطلع نفس الشكل، مستحيل يطلع نفس الطريقة، نفس كل حاجة. حُط في دماغك أيًا كان مين اللي هيقلدك، أو أيًا كان مين اللي هيعمل شبهك، مش هيعرف يعمل زي ما أنت بتعمل بالضبط، مستحيل. فدي نقطة. النقطة اللي أنا عايزين نرجع لها، أنا لازم أكون مميز، لازم تكون مميز عشان ييجي لك شغل.
ما لو أنا حاجة مثلًا شُفتها هنا، أنا دلوقتي مثلًا واحد باشتري هدوم، باشتري هدوم أهو، رُحت محل لقيت نفس الhoodie، رُحت محل تاني لقيت نفس الhoodie، رُحت محل تالت نفس الhoodie، فخلاص ما هو ما أنا واحد مش هاحب إن أنا مثلًا أكون مشتري hoodie أو مشتري حاجة الناس كلّها جابتها، يعني مش هنكون كلّنا ماشيين مستنزخين من بعض، لازم تكون حاجة مميزة شوية عشان يكون شكلها يخطف العين حتى لمّا تشوف الناس تشوفك لابساها. فمن الحاجات اللي أنا بقيت باهتم بيها شوية إن أنا لمّا آجي أعمل هوية لنفسي، وده فعلًا أنا عملته، على حسب الفيديو ده هينزل إمتى، مش عارف هينزل قبل ما أعلن عن الهوية والّا بعد، بس أيًا كان لمّا تشوف الهوية عندي في البروفايل الجديدة فأنا حاولت أختار text جديد شويتين 3 ما شُفتوش عند حد قبل كده، حاولت أختار ألوان يعني مش هاقول لك جديدة إن مش هاخترع لون جديد، أنا باحاول يعني أعمل ألوان تكون لايقة على الفكرة بتاعتي، حاولت أختار pattern شكله كويس، حاولت أختار أشكال أو يعني frames أحط فيها الشغل بتاعي، بُص حاولت أعمل شكل كده بحيث إن أنا ذات نفسي أخدت رأي كذا حد من صحابي اللي ليهم في المجال، علشان في الآخر لمّا آجي أعمل الحاجة دي، ففعلًا تكون حاجة ما اتشافتش قبل كده، أو حاجة بنسبة كبيرة يعني ما حدش قلّدها أو يعني أنا مش باقلّد حد، إن أنا اللي باعمل ده أنا باعمل هوية لنفسي أو باعمل identity هتكمّل معايا سَنة، سنتين، 3 فاهم، ده logo جديد، أنت مش كل شهر بتغيّر logo بس. فالملخص من بعد ده كلّه عشان ما أكونش طوّلت عليك عشان مش عايز الموضوع يطوّل، آمم اللي باحاول أقوله لك واللي حابب أوصّل لك الفكرة بتاعته، إن أنت لازم تكون متميّز، لازم تكون أو بتحاول على قدر الإمكان إن أنت تعمل شغل أو تعمل حاجات مش متقلّدة، ما تكونش مثلًا تلاقي ناس عملت حاجة فأنت تروح داخل معاهم في الصف، ما هو في طابور فيه 100 واحد. لو أنت جيت بقيت 101 هتستنى كل ده أول ما تخش، غير لمّا أنت تعمل سِكة جديدة أو تعمل شكل جديد، فلمّا ييجي حد يطلب منّك حاجة فهيكون الشغل ده مميز، الشغل ده أنا الحمد لله، الحمد لله يعني بفضل ربنا وصلت لمرحلة إن أنا لمّا أشوف شغلي بيتشاف من غير ما نبُص على اللوجو أو من غير ما نبُص على أي حاجة يقول لك الشغل ده بتاع فادي، ليه؟ لإن أنا دايمًا باحاول مثلًا أمّا أخش على Pinterest أخش على Freepik أو أخش على أي موقع باجيب منه الassist بتاعتي ما باجيبش من أول صفحة صفحتين 3 لأ، باحب أغوص جوّه شويتين 3 جوّه، اللي هو أدوّر حبّة حلوين، يمكن تلاقي حاجة ما اتشافتش قبل كده، لإن أسهل الناس أكتر ناس بتستسهل، يخش على الفيسبوك يجيب الصفحة التانية أو التالتة يجيب منها الشكل وخلاص شكرًا، طب وليه؟ أنا ممكن أكمّل لحد ال30 عادي، ما اوريش حاجة، عشان في الأول وفي الآخر أنا بابني هوية لنفسي، أنا باحب أبني behance والحمد لله الشغل بتاعي هو اللي بيتكلّم ذات نفسه مش أنا اللي باتكلّم، حاجة زي دي اتأكدت لي لمّا أنا عملت الsummary أو عملت الملخص بتاع الشغل بتاعي في السنة في 2024 نزلته عندي في البروفايل هتلاقيه متثبت عندي في البروفايل، لقيت تلات أرباع الناس بتتكلم الشغل اللي هو لأ، يعني الشغل كويس وجميل ومميز، شغل لوحده بيتكلم والناس كلها عاجبها الشغل، فدي من الحاجات اللي أكدت لي إن أنا الحمد لله أنا كده ماشي تمام وزي الفل. كل اللي أنا باحاول أعمله إن أنا باحاول يوم عن التاني باحاول أتطور، باحاول أزود حاجة، باحاول أنا ذات نفسي أتعلم حاجة جديدة، أحاول أكون يعني دلوقتي لو أنا مثلًا في الأول كنت باتعلم علشان فادي، فأنا دلوقتي باتعلم عشان فادي وعشان تريكات فادي. إن أنا زي ما قُلت لك أنا حتى في تركات فوتوشوب باحاول أعمل بقدر الإمكان أفكار ما اتعملتش قبل كده، إن أنا الموضوع برضه أنت مش غريب، بس الموضوع بيبقى صعب عليّا شويتين 3 إن أنا زي ما بيقولوا one man show أنا باصوّر وبامنتج وباسوّق وبdesign وباعمل كل حاجة يعتبر، وباجيب الأفكار فاهم؟ فالموضوع بالنسبة لي بيكون ساعات overload بجانب شغلي وبجانب دراستي وبجانب حياتي ذات نفسي، فاهم أنت بقى أصحابك وشغلك ومش عارف إيه والكلام ده كله، والموضوع ذات نفسه أنا هاتكلم عليه في فيديو بعد كده برضه مع البودكاست عندنا. فبس، أعتقد برضه ده كده 9 دقايق كده حلوين لذاذ عليك، وأنا شايف الtime قدّامي، فبس كل اللي هاحاول أقوله لك إن أنت تحاول تسوّق لنفسك بشكل كويس، سواء صفحة إنستجرام، سواء صفحة فيسبوك، سواء behance سواء الكلام ده كله، حاول تعمل حاجات مميزة، إن التسويق بتاع تسويقك لنفسك هو اللي هيوصّلك لعُملا بشكل كويس، سواء بقى تسوّق بتمويل، تعمل إعلانات على الفيسبوك، أو سواء من غير التمويل، أيًا كان الحاجات فهي كلها حاجات هتساعدك، كلها حاجات هتجيب لك عُملا، وبإذن ربنا يعني تتطور وتكون شاطر جدًا، جدًا، بس. ما تنساش تعمل share like subscribe محتاج تشوف الحلقات اللي فاتت، سواء في القناة عامةً، تشوف البودكاست اللي جاية، تشوف البودكاست اللي فاتت، فاهم؟ عايزك كده تخش تاخد لك لفة، بس كده، ده كان فيديو من تركات بودكاست، أشوفك الفيديو اللي جاي، مع السلامة.